بصوا بقى، ادي البتنجان. نحط عليه شويه كزبره عشان لولو جبت حاجه كلها اقول لكم اللي حصل مع ماما بالظبط. كانت عندها حصوه في الكلى تقريبا. هي الميه بالذات بتقللها ليه؟ هي ما بتحبش كل شويه. هي اغلب الوقت بتبقى قاعده بره البيت، بتفضل ماسكه نفسها لحد ما ترجع الحمام. طب صحينا الصبح بقى، قلت اصور لكم الكيكه اللذيذه اللي انا عملتها دي. ليه صورتها؟ لاني بصراحه منكم بتشاركوني ومنكم يعني انا دي حاجه مش بتحصل بصراحه على طول، لان الكيكه تطلع شكلها حلو ومظبوطه. هقلبها بقى في الطبق ده. ويا جماعه باركولي باركولي، هقول لكم جبت ايه. بصوا عملت بتنجان عشان لولو بتحب تاكل بتنجان. هقول لكم باركولي على ايه بقى، هقول لكم دلوقتي على ايه بقى. عشان الحمد لله واخيرا افتكرت ان انا اشتري معصم، عشان تعبت بجد. بحس كل شويه ايدي بتقعد تظهر وانا بصور لكم الفيديو. الموضوع ده بصراحه بيضايقني وبيعصبني. بس عشان بس الواحد يبقى لابس ايه، حاجه مظبوطه. جبت معصم واحد ابيض، واحد لونه بني غامق عشان ما لقيتش اسود، وجبت 3 شرابات يا جماعه اهو. واوكي، بصوا بقى، ادي البتنجان. نحط عليه شويه كزبره عشان لولو، وادي الكيكه وجمالها. شايفين بقى؟ بصوا ده القالب، ولا بقى لازقه ولا محروقه. وانا بقول لكم دي حاجه يعني ايه مش بتحصل معايا دايما. وادي الكيكه اهي، وادي استنى صاحبتي بقى ونعمل شاي ونفطر. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو ده طبعا انا عاملاه من بدري، وقلت بس انزله لما الدنيا تروق عندي. ده يوم الام، احتفلوا مع بنتي في المركز. فلولو كانت مبسوطة بطريقة ان هي وسط اطفال وان هما لابسين مع بعض. بصوا الاخصائية بتاعتها ماسكاها وقاعدين بيغنوا مع بعض. وكان يوم جميل جدا جدا جدا. بصوا لولو كانت فرحانة لما شافتني، فرحت اكتر. عسل يا لولو. كل العيال بصراحة كانوا مبسوطين اليوم ده. كان يوم حلو جدا. وكل يوم وكل أمهاتنا بخير، واللي أمه متوفية ربنا يا رب يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب العالمين. وهنا بقى يا جماعة، كانوا بصراحة بحب الحضانة دي ان هم بيهتموا بالأطفال حلوة قوي كتير يعني. آه، ادونا نشاط ان انا ومولي نلون مع بعض. كل ام يعني خدت نشاط مع ابنها او بنتها، وبيلونوا هما الاتنين مع بعض. وبعد كده ده زي كارت كده. واسيبكم هنا بقى، لان هنا ماما بقى كانت في المستشفى عشان بتعمل منظار. هسيبكم بقى مع الفقرة دي. ساعتها التحليل روتيني. معاها مع ابني. تحاليل مع اخويا، اكلمه خليه يجيبهم دلوقتي صح. انا عايزاهم قبل ما تنزل العمليه. طيب كلنا هتلبس ده. طبعا ماما مش عايزه تلبس. حط اسم المريضه والبونيه. يا مسهل يا رب. بقى الدكتور هنا. الدكتور كان متاخر جدا، وماما صايمه من بدري وعايزه تاكل. والدكتور بصراحه اتاخر عليها، لكن هو دكتور شاطر واحنا قلنا هنصبر على ما يجي. مع ان ماما كانت عايزه تلبس وتمشي يعني خلاص، بس احنا قلت لها ماما اصبري يا ماما. والحمد لله الدكتور جه يعني على الساعه 1:30 كده. جبت حاجه كلها لسه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه النهارده والله يعني مش هطول عليكم، بس انا جايه اقول لكم اللي حصل مع ماما بالظبط. عشان لو في اي امهات او اي حد بيتابعني ياخد باله كويس جدا. بصوا يا جماعه، هو الموضوع بدأ معاها من شهور. كانت عندها حصوه في الكلى تقريبا. هي كانت في الكلى وبعد كده نزلت على المثانه. كانت صغيره. بس انا اقول لكم مشكله ماما ايه. ماما طبعا ربنا يبارك في عمرها، هي قليله جدا في شرب الميه. اي حد بيبقى كبير شويه في السن بيقلل اكل، بيقلل شرب، دي حاجه معروفه. بس هي الميه بالذات بتقللها ليه؟ هي ما بتحبش كل شويه. هي اغلب الوقت بتبقى قاعده بره البيت. مثلا بتقعد بتشوف مثلا بتروح تدرس في
في رواق ازهر، او مثلا بتقعد في النادي مع صحابها كده، فهي اغلب الوقت بتبقى قاعده بره البيت. هي ما بتحبش قعده البيت. يعني هم ايه، هي عشان بتقعد بره كتير ما بتحبش تدخل الحمام بره، لان هي طبعا بتقرف، وده طبيعي يعني اي حد بيقرف يدخل الحمام بره. فلو شربت حاجه بتفضل ماسكه نفسها لحد ما ترجع الحمام. طب ماما بتطلع من الساعه كام؟ ماما بتطلع من حوالي الساعه 11 ونص اللي هو الصبح، او داخلين على ظهر كده، وبترجع على حوالي 5 ونص زي ما ربنا يكرم. فبتقعد في كل الفتره دي ماسكه نفسها من الحمام. طبعا اللي هي الحركه اللي دي عملتها غلط، واي حد سنه كبير غلط جدا جدا جدا، لان ده اللي بيجمع الرواسب اللي بتبقى في المثانه، بتتجمع مع الوقت. كل واحد ما بيأخر ان هو يدخل الحمام بيتجمع مع الوقت مع الوقت مع الوقت، فبتتكون الحصوات. فناخد بالنا يا جماعه. المهم ان ماما كان الحصوه دي لما نزلت المثانه كانت قعدت فتره كبيره. هي بقى من النوع اللي مثلا يشتكي من حاجه، يعني يبقى في حاجه كده مثلا بتبقى تعباها او مضايقه، يعني مضايقاها في جسمها او كده، ما بتقولش عليها خالص. بتقول بقى لما لما الدنيا تنفجر. فحصل معاها ايه؟ هي كانت بتحس بشكشكه لما الحصوه بتتحرك من مكانها في المثانه، بتحس بشكشكه وايه بتوجعها، وساعات تاخد مسكن، وساعات الشكشكه تستمر معاها، ساعات تسكت، ساعات كده. المهم جينا في مره ماما جالها دور برد، وكان دور برد غير طبيعي بالمره. جات لها سخونيه، دخلت في حاجه، جالها زي دوار كده بتقعد تدوخ، كل ما نيجي نمسكها تدوخ وتقع. فساعتها بقى جالها كمان ضيق في التنفس، فاضطريت انا واخويا نطلب لها عربيه من المستشفى، وادوها اكسجين وودوها حقن عشان ترفع لها درجه الحراره شويه بتاعت جسمها، سوري، عشان تخفض لها درجه حراره جسمها، معلش. المهم ان احنا لقينا ان درجه الحراره يعني مش بتنزل، يعني حتى لو نزلت تروح طالعه تاني، تنزل سنه مع الدواء او مع اللي هي خدته، تروح طالعه تاني، واحنا مش فاهمين السبب من ايه. فعملنا لها تحاليل وكل حاجه، الحمد لله التحاليل كلها كويسه وسليمه، بس لقينا ان هي عندها التهاب. وعايزين نعرف الالتهاب في المثانه ده برضو سببه ايه. احنا قلنا يمكن عشان برضو حوارنا مثلا ما بتشربش ميه كتير او كده، فخدت زي حبات كده لونها زي ذهبي كده، تحس جواها زيت، دي زي مطهر تقريبا او حاجه كده، وخدت مضاد حيوي ومشيت عليه شويه، وبعد كده خلاص. المهم لما بعد فتره رجع جالها الالم ده تاني، فاحنا قلنا ايه، لا الدكتور كان طلب منها مزرعه بول، طلعت برضو تمام مفيش مشكله. المهم ان احنا عرفنا في الاخر خالص الدكتور طلب منها تقريبا اسمها موجات صوتيه او ايه مش فاكره. المهم لقينا ان هي المثانه عندها فيها حصوه، والحصوه حوالي 2 سم او 3 سم. يا جماعه انتوا متخيلين يعني قد البلحه بجد، وطبعا ما بتتفتتش. وراح وقت التفتيت لفت كتير ان هي تحاول تعرف الحصوه دي تاخد لها طيب دواء يفتتها. الدكتور قال لها مفيش دواء بيفتت. طب ناخد راحت على اعشاب، ان هي تاخد اعشاب بتاع. طبعا هي ماما مش شريبه حاجه اصلا، هي مش من الناس اللي بتقعد تشرب كتير مثلا عشان الحصوه تتفتت وكده، وجابت كل حاجه. وحتى بتوع الاعشاب وكده اللي هم العطارين قالوا لها ده ملهاش حل، لازم طبيا ان هي تعمل منظار. فالمهم يعني بطريقه ما يعني من غير الدخول في التفاصيل قوي، خلاص اتفقت مع اخواتي وكده، وقلنا ان احنا ايه هنقول لماما ان هي لازم تعمل الموضوع ده، وهي ماما خلاص عرفناها. بس فاخدت القرار قبل رمضان ان هي خلاص هتعملها، لان هي بعد كده مشغوله. فخوفنا برضو رمضان قله الميه وهي لسه تكون عامله، انتوا عارفين اللي هي يعني حد يكون عامل منظار اللي هو التفتيت ده بتاع الحصوه، وبعدين بيحتاج انه يشرب ميه كتير، لان مكان المثانه ومكان التفتيت والمنظار نفسه اكيد بيبقى فيه تعوير فبينزل دم، فده محتاج شرب ميه طول الوقت. فماما مش هتقدر تعمل ده في رمضان، وهيبقى الموضوع مؤلم جدا، فاستنينا بعد رمضان. فبعد رمضان الحمد لله يا دوب امبارح عملنا اول امبارح بالظبط عملناها الحمد لله، خدت بنج نصفي والامور تمام. ربنا يخلي لكم امهاتكم كلكم، غليل امي اللهم امين يا رب. واي ست كبيره واي راجل كبير بيسمعني دلوقتي، يا جماعه ما تهملوش موضوع
الحصوه واعملوها واخلصوا. لا انتوا بتوع شرب ميه كتير، ولا انتوا بتحبوا تاخدوا ادويه، ولا انتوا بتحبوا تعملوا اي حاجه من الحاجات دي، عشان بس ما نلفش وندور على بعض كتير. لو في حاجه متيسره لكم ان انتوا تقدروا تعملوها منظار، اعملوها واتكلوا على الله على طول. ماشي، شاكره جدا جدا ليكوا، ومع السلامه. اليوم خالص، باي باي. بس تحطوا لايك يا جماعه، لايك، اعملوا باي. Yay! سلام.